يا مساء الفل احلى اخوات ومتابعين في الدنيا. وصفتنا النهارده سهله وبسيطه، هتعجبك جدا، تنفع قوي في اللانش بوكس، تنفع قوي لو جالك ضيف على سهوه. مش بتاخد وقت خالص، كميه بسيطه بترمي معانا كميه كبيره، بتديكي كميه كبيره من البسكوت هش وحلو جدا، طعمه رائع. تعالوا نسموا بسم الله ونشوف هنعمل ايه. معايا كده كوبايتين ونص من الدقيق، معايا كمان كوبايه الا ربع من النشا، معايا كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هقلب المكونات الجافة كلها مع بعض، وهنا بقى هعمل كله في الخلاط. الخليط السائل بتاعي كله هضربه في الخلاط. ما عندكيش مضرب كهرباء مفيش مشكلة، مش هنقف. استخدمت هنا 2 بيضة. طبعا طالما في بيض يبقى معايا فانيليا. معايا كمان اللهم صل على النبي، كوباية الا ربع سكر، كوباية الا ربع سمنة على زيت، سمنة على زيت. وكمان معايا بشر برتقال، معلقه كده كبيره من بشر البرتقال. لو في عندك ريحه البرتقال دي بتبقى حلوه جدا، بتتجاب من عند العطار او مستلزمات الحلواني برضو حلوه قوي، استخدميها. هنا انا حطيت الخليط بتاعي كله في الخلاط، وطبعا ما تعبنيش في اي حاجه، ولا استخدمت مضرب كهرباء ولا اي شيء. عايزه اقول لكم ريحه البرتقال رهيبه يا جماعه، رهيبه. هنا بقى لو حابه تستخدمي زيت بس ممكن قوي تستخدمي زيت بس، ولكن طبعا الزيت هيخلي الخليط بتاعك سايل شويه، ممكن يحتاج منك شويه دقيق. تمام، مفيش مشكله، زودي معلقه بالمعلقه وشوفي. هنا بقى انا هكون كده بصوا عجينه، يا دوبك الم العجين بتاعي بس، ما تعجنيش لان طبعا ده بسكوت مش بيحتاج عجن خالص. انا بس مجرد ان انا هلمه. طيب في الوقت ده الدقيق بيختلف من نوع لنوع. لو احتاج معاكي لقيتي يعني العجينه كده ناشفه ويابسه معاكي، حطي معلقه حليب. لقيتي العجينه حلوه وطريه معاكي، ما تحطيش حاجه. طب تعالوا بقى ندخل على التشكيل. هشكلها ازاي؟ هنشكلها النهارده بطريقه سهله قوي وحلوه جدا. بصوا انا اخدت كده كوره، وبعدين كوره صغنطوطه كده، اصغر من يعني قد الزيتونه كده، قد واحده الزيتونه الكبيره، وبعدين بدات اعملها على شكل اسطواني. وهنا هشكل بطريقتين، يا اما بالشوكه يا اما بالمشط اللي انتوا شايفينه معايا ده مشط نظيف جديد ونظيف، ده طبعا احنا بنخليه لاستخدام المطبخ، مش بنستخدمه في اي حاجه تاني. تمام. او بالشوكه زي ما انتوا شايفين كده، باخد طبعا الاسطوانه اللي احنا عملناها او الصبع ده، وبحطه كده على المشط. طبعا بياخد رسمه اللي هي السنان بتاعه الاسنان بتاعه المشط. التشكيل هنا بالمشط بيكون شكله احلى، لان يا جماعه المشط بتاعنا بيكون فيه عدد الاسنان بتاعته اكتر من الشوكه. الشوكه مش بتديكي تجزيعه، يعني مش بتدي رسمه كتير. حلو، وبرده المتوفر عندك استخدميه. كده شكلنا كميه، ودخلناها الفرن على درجه حراره 190 او 200، مفيش مشكله. ما بياخدش مني وقت، يا دوبك بس يلون كده، ياخد معاكي اللون الذهبي الجميل جدا ده، وبخرجه يا دوبك بس يهدى معايا شويه. خدي بالك انا ما دهنتش الصينيه بتاعتي ولا اي حاجه. تعالوا بقى نشكله ونشوف طريقه التزيين بتاعته. جبت كده مكعبين من الشوكولاته، والله عايزه اقول لكم ان الشوكولاته دي كانت كام مكعب كده فاضلين مني من ابني، يعني باكل شوكولاته كان بياكل، فاتفضل منه كام مكعب. بدات ان انا اسيحه. ممكن تستخدمي طبعا لو عندك شوكولاته مطبخ عادي، اي شوكولاته عندك بالحليب. انا اللي انا سيحتها دي كانت شوكولاته عاديه خالص بالمكسرات، كابري بالمكسرات. فاستخدمتها وقلت حلوه، وهيطلع فيها الشوكولاته وهيطلع فيها قطعه المكسرات، وهتبقى حلوه قوي. حطيتها طبعا على حمام ميه سخنه او في الميكروويف، بس طالما انا شغاله بحط تحتيها كده ميه سخنه علشان ما تجمدش معايا وتتماسك. بشكله بقى بالشكل الجميل جدا ده. طبعا في قطعه فوق خالص، اول الجزء ده اللي احنا شكلناه مع بعض ده بيبقى ما فيهوش رسمه ولا حاجه، هو ده اللي انا بزين فيه بالشوكولاته بتاعتي. تعالوا بقى نرص كده رصتنا الجميله في الطبق القمر ده. هو عايزه اقول لكم ريحته بسم الله ما شاء الله عليه تحفه يا جماعه، بجد ينفع قوي ان هو يتعمل في العيد مع الحاجات بتاعه العيد، الكحك والبسكوت وكده. مش محتاج طبعا مكنه، مش محتاج اي طابع ولا اي يعني قطاعه ولا اي حاجه خالص، سهل جدا. بصوا يعني عملنا شكل جميل بحاجه كده متوفره معانا. جربوها بالف هنا وشفا. ما تنسيش بقى تحطي لي لايك للفيديو، وتسيبي لي كومنت قمر زي. جربوها بالف هنا وشفا، ومنتظرة كومنتاتكم يا جماعة، وحطوا لايك للفيديو، واشوفكم بإذن الله في الفيديو القادم. جربوه وادعولي وقولولي رأيكم في الطريقة دي، عجبتكم ولا ايه؟ بألف هنا وشفا.